من هو شرطي المرور في هذه المساله هذه؟ الوحده الكشفيه هو موضوع أجل مع الأسف منذ الحصول على الاستقلال. كان للحركة الكشفية أن تتوحد على غرار ما تم في الجزائر وفي تونس، لأن الجزائر كانت فيها جمعيات متعددة، تونس 6 جمعيات، ولكن اتخذوا القرار في 56 ووحدوا تحت مسمى الكشافة التونسية. كان واجبا علينا أن نوحد الحركة الكشفية لأن ما يوحدنا أكثر من يفرقنا، وكلنا نتفق أننا نشتغل بمنظومة قيم وبأسس وبمبادئ وبتوجهات. ولكن لماذا هذا الاختلاف؟ قد يكون هذا الاختلاف مشروعا لأننا انتسبنا إلى أحزاب في لحظة زمنية، ولكن الآن نحن نصرح بأننا لا ننتسب إلى الأحزاب، ولذلك الوحدة تفرض نفسها. أتت محطة 97 بعد تولي الأمير مولاي رشيد رئاسة الجامعة، وقدم لنا فرصة ثانية باعتباره الرئيس الفعلي من أجل الاشتغال على الوحدة، ولكن لم تكن هناك نيات حقيقة تريد هذه الوحدة أمر ذاتي يتعلق ببعض التنظيمات التي تريد أن تحافظ على التعدد، لأن في التعدد تضمن المناصب ديالها. أنا كنقول لهم المغرب تطور والمجتمع تطور، والمغرب للجميع. لا يمكن أن نقصي أي إرادة حسنة تحت مسمى أن الجامعة ل3 تنظيمات. الجامعة لكل التنظيمات التي تحمل الفكر الكشفي، على أساس أن نتوافق على أرضية مشتركة ماذا يجب أن نقدم لخدمة الطفولة والشباب، لا أن نقدم للمسؤولين الأوائل. إذا فكرنا من أجل جامعة لخدمة المسؤولين الأوائل سنسقط في نفس الخطأ. جامعة وطنية من أجل رؤية لخدمة الطفولة والشباب المغربي وفق تربية وطنية في سياق الاختيارات الكبرى لهذا البلد. خارج الجامعة لكل فكر أن يبحث عن السياق الذي ينسجم معه، كان سياسيا أو حزبيا أو غيره، ولكن داخل الجامعة لابد من جميع القوى الحية التي تؤمن بالفكر التربوي التطوعي المواطن الوطني الذي يريد الخير لهذا البلد، من أجل أن يشتغل من أجل المغرب أولا والمغرب أخيرا.